ايه حكاية لاروش بوزيه؟ ويا ترى تعرف ان لاروش بوزيه ده مش مجرد اسم براند او ان هو منتج تجميلي؟ لا، ده وراه قصة وحكاية كبيرة جدا. انا بحب دايما القصص والحكايات اللي ورا الحاجات واللي ورا البراندات واللي ورا قصص النجاح. وعشان احكي لكم الكلام ده لازم تبدأوا معايا من اول السطر مع ايمان. النهارده هنرجع بالزمن للقرن ال 14، يعني لحوالي سنة 1360 أو 70 في فرنسا. القصة بتبدأ كان في فارس راجع من الحرب ومعاه حصانه. الحصان كان متبهدل طبعا، جروح وإصابات وتعبان جدا. فنزل الفارس عند قرية فرنسية كده ولقى فيها مية وبحيرة، فنزل الحصان بتاعه وهو عشان يشربه، والحصان نزل جوه المية تماما واستحمى. طلع الحصان، وبعد كام يوم اتفاجئ صاحب الحصان او الفارس ده ان الحصان كل الجروح بتاعته خفت، الالتهابات اللي في جلده وجسمه رجع تمام. ده لفت نظره. ايه السر؟ ايه اللي حصل للحصان؟ ان الحصان غطس في ميه في نبع في قريه فرنسيه. القريه الفرنسيه اللي كان فيها النبع ده اسمها قريه لاروش بوزيه، ومن هنا جه اسم البراند بتاعنا اللي هو اشهر براند دلوقتي في المنتجات الطبيه عموما، مش بس ان هو تجميلي، لا طبي اكتر. الميه دي قعدوا استغربوا جدا، ايه يعني اللي مختلف فيها؟ بيقولوا عليها ميه حراريه. الميه الحراريه دي بداوا يكتشف ان لها يعني حاجات علاجيه وطبيه، وخاصه اشهر حاجه موجوده في الميه الحراريه بتاعت قريه لاروش بوزيه هي السيلينيوم. على مدى عقود كتيرة فضلت الناس بتعرف ان النبع اللي موجود ده في قرية لاروش بوزيه في فرنسا له قدرة على انه يعالج الجلد والالتهابات وكل الحاجات دي، ودي كان اسمها الثيرمال ووتر او المية الحرارية. فضلوا كده لحد ما جه نابليون بونابرت، واحنا نابليون بونابرت كان بيهتم قوي جانب الحروب طبعا كمان بالجنود بتاعته. ولما سمع كتير قوي عن قرية لاروش بوزيه وعن المياه الحرارية الموجودة فيها، طلب ان هم يبنوا مستشفى لعلاج الامراض الجلديه للجنود بتاعته، للخيل ولكل الحاجات دي في المكان ده في قريه لاروش بوزيه. وهنا في القريه دي وجنب الينابيع الحراريه بتاع لاروش بوزيه تم بناء اول مستشفى عسكري متخصص في انه يعالج الالتهابات الجلديه والجروح اللي بيتعرض لها الجنود اثناء الحروب. سنه 1905 تم افتتاح أول مركز لعلاج الأمراض الجلدية بالمياه الحرارية، والمكان ده لحد دلوقتي لسه موجود وبيستقبل آلاف الحالات سنويا. لسه الناس بتعتمد على المستشفى وعلى المكان. سنة 1975 بقى اتولد براند لاروش بوزيه. في عالم اسمه رينيه لوفيه، يا رب اكون بنطق اسمه صح، هو اللي بدأ يعمل براند وعلامة لاروش بوزيه لعلاج الامراض الجلديه وكل البشره الحساسه خصوصا وكل الالتهابات. دلوقتي كان كل اللي عايز يتعالج من اي امراض جلديه او من اي مشكله عنده في جلده الحساس كان لازم يشد الرحال ويروح على قريه لاروش بوزيه، لحد ما جه العالم ده رينيه وقال طب خلاص، بدل انا هروح للناس في العلاج هاخد الميه الحراريه دي واحطها في منتجات وتبقى قادره ان اي حد يوصل لها بسهوله عشان يقدر يتعالج بيها. وفعلا من اللحظه دي بدا استخدام المياه الحراريه اللي هي اهم حاجه بتميز منتجات لاروش بوزيه اللي بتدخل في كل منتجاتها عشان تبقى في متناول ايد الجميع في كل مكان، بدل ما كل واحد مضطر انه يروح فرنسا ويروح قريه لاروش بوزيه. 1989 شركة لوريال العالمية اللي هي فرنسية برضو بس أكبر في الحجم وفي الإمكانيات اشترت لاروش بوزيه، ومن هنا بدأ الانتشار الواسع. دلوقتي لاروش بوزيه كماركة أو براند موجودة في أكتر من 60 دولة ومعروفة بشكل طبي أكتر منه تجميلي. يعني هتلاقي إن أطباء الجلدية بيرشحوا منتجات لاروش بوزيه لعلاج البشرة. وزي ما قلت ان ده مش سبونسر، واتمنى ان لاروش بوزيه يسمعوني ويبعتوا لي سيرم الهايلورونيك والصن بلوك بتاعهم لاني بحبهم جدا، بس بقى سعرهم غالي في الحقيقه. احنا قلنا ان اهم حاجه في منتجات لاروش بوزيه في تكوينها وفي تركيبتها يعني هو الثيرمال ووتر او المياه الحراريه. ايه اللي بيميز المياه الحراريه؟ انها فيها السيلينيوم، والسيلينيوم معروف ان هو من مضادات الاكسده الكبيره جدا اللي بتساعد على التئام الجروح ومعالجه كل الحاجات الجلديه.
اللي عجبني في قصة لاروش بوزيه إن هي مش مجرد منتج، لأ دي بدأت من سنين طويلة بحصان كان تعبان ومصاب في الجروح، وبدأت بعد كده بشركة وبعلماء وبإنتاج وبيجربوا المنتجات على ناس كتيرة جدا كل سنة. لاروش بوزيه مش حكاية كريم ولا مرطب، دي حكاية صبر وعلم واحترام لجسم الإنسان ولقدرته على ان هو يتقدم دايما. يمكن علشان كده الناس لسه بتشتريها رغم ان هي طبعا بقت غالية جدا، لكن لسه الناس بتثق فيها، والثقة دي حاجة مهمة جدا. ناس كتيرة بتسأل هل براند لاروش بوزيه بيستحق كل الضجة اللي بتتعمل حواليه، او بيستحق السعر الغالي؟ في ناس احيانا بتشوف ان هو اوفر ريتد. هو في الحقيقة مش نقدر نقول عليه اوفر ريتد، لا، هو فعلا في حاجات كتيرة مش متوفرة في منتجات تانية، زي مثلا انه بيكون قوي بيتعامل مع البشرات الحساسة، مش بيستخدم معطرات وروائح ومواد كيميكال كتير، وبالتالي فبيكون علاجي اكتر منه تجميل. ولو قلنا ان هو اوفر ريتد هيبقى المشكلة بتاعته ان البرايس السعر بتاعه غالي جدا، وفي ناس بتقول طب ما انا ممكن اجيب نفس المكونات ونفس كل الحاجات دي بسعر اقل، وده طبعا رأي يحترم جدا. لكن يعني هو لاروش بوزيه بتحسه كده ان هو براند محترم في الحقيقة، وقيم، يعني مجرد اقتنائك لحاجة منه بتحس كده ان انت بقيت انسان كويس. وفي الحقيقة ان هو مشكلته بالنسبة لنا ان هو دلوقتي في المقاطعة، فبنحاول ان احنا ندور على بدائل مصرية، ودي حاجة تحترم طبعا، في بدائل مصرية هايلة جدا. بس يمكن انا حبيت قصة لاروش بوزيه من البداية، يعني بغض النظر عن ان تقييمك اليها دلوقتي، انا بحترم دايما القصص اللي ورا قصص النجاح اكتر من الحاجة نفسها. بتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، وكل واحد يا ريت يكتبني في الكومنتس ايه هي المنتجات اللي بيحبها من لاروش بوزيه، وايه هي البدائل اللي هو شافها بعد كده لما عملنا مقاطعة وحس ان هي فعلا بتدي نفس النتائج او نفس الإحساس. وأتمنى أشوفكم على خير في الحلقة الجاية إن شاء الله من أول السطر مع إيمان.